هنعمل النهارده مخلل البصل بطريقه سهله وبسيطه زي بتاع المحلات واحسن كمان. في الاول كده انا عندي كميه البصل، انا هقولك انا هقشر دي، بس هقولك على طريقه ممكن تحطها فيها. ممكن تغلي ميه وتحط البصل في قلب الميه زي ما انا عملت معاكي قبل كده، وممكن برضو طريقه تانية وتسيبيه يبرد، وممكن برضو حاجه تانية ممكن تحطيه في قلب ميه مغليه وتبرديه بميه ساقعه متلجه على طول عشان خاطر تعرفي ان انت ايه تقشريه. هي الافاده كلها في ان احنا بنحطه في الميه، ان احنا بيبقى سهل علينا في التقشير. بس المهم ان انا قشرته وغسلته كويس كده زي ما انت شايفه. بجيب بقى هنا معايا شطه، بجيب شطه حمرا كده خالص، الشطه دي حراقه موت. وانا معايا هنا البصل، الشطه دي انا هاخدها كده افرمها في الكبه بالشكل ده كده، وهفضها على البصل وهقلب كله كده مع بعضه. ممكن لو انت عاوزه تحطي جزر مفيش مشكله، زودي جزر، حبه البركه ماشي مفيش مشكله، بس انا استكفيت بس بالشطه وخلاص المره دي. قلبي بقى كده كله مع بعضه بالشكل ده كده، وبعد كده بقى اجيب البرطمان بتاعك وابتدي ان انت ايه عبي البصل بقى فيه. سهل وبسيط خالص اهو، ما خدش 5 دقايق معانا، يعني ما خدش 5 دقايق. حاساه يبقى صعب عليكي وعايزه تحطه في ميه مغليه، تمام مفيش مشكله. سيبي الميه تغلي وانزلي بالبصل في قلب الميه المغليه وسيبيها لحد ما تبرد تماما، بالتالي كده القشره هتطلع معاكي بكل سهوله. ولو انت مستعجله عليه ممكن تحطي الميه المغليه وتبرديها بميه من الحنفيه عادي، بس يكون في قلبها تلج عشان خاطر ان انت يعني لو مستعجله عليه تقشريه على طول. انا كده عبيت بقى البصل معايا نفس الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الشطه والبصل، هملاه كده ميه واظبط الملح وهجيب كمان معايا هنا حوالي معلقه ونص من السكر علشان يخليه يقرمش، السكر عشان خاطر القرمشه بس كده. هدوب بقى الملح والسكر ده تماما جدا جدا، دوبيه خالص لغايه ما يدوب خالص ما يبقاش له اي اثر. وبعد كده هاتي بقى الخل وحطي شويه من الخل، بس كده. وابتدي بقى ان انت تنزلي بالمحلول ده على البصل. سهل وبسيط وما خدش وقت خالص، في 5 دقايق بس، وفي اسبوع واحد يعني 7 8 ايام ابتدي كلي منه على طول. طريقه سهله وبسيطه خالص بدون اي تعقيد، ما فيهاش اي حاجه. حابه تزودي جزر مبشور ماشي تمام زودي، حبه البركه ماشي برضو تمام. لكن انا هنا زي ما انا قلت انا استكفيت بالشطه والملح والخل بس، ما حطيتش حاجه تانية خالص. خلاص كده هنغطي بقى البرطمانات دي وهقلبها كده علشان خاطر الشطه اللي فوق دي تنزل لتحت. نغطي كده كل البرطمانات وقلبي بقى كده البرطمان بس كده، وسيبي بقى على الرخامه اسبوع بس، وهتبتدي ان انت تاكلي منه بالف هنا وشفا. الطريقه دي اقتصاديه جدا وسهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات خالص يا جماعه. ومحدش يقول لي زي السنه اللي فاتت هو انت ليه ما حطيتيش البصل في ميه سخنه. انا قلت يا جماعه لو عايزين تحطوه في ميه سخنه تمام حطوه في ميه سخنه. انا عملت فيديو البصل معاكم المخلل اكتر من كذا فيديو، حطيت مره في ميه سخنه ومره من غير ميه سخنه، الطريقه اللي انت تحبيها استخدميها.